السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة روائع الوصفات. أهلا وسهلا فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله رح نعمل ليالي لبنان بصوص كتير زاكي. إن شاء الله رح يعجبكم، ويعني خلاها منطقة تانية، طعمها كتير زاكي. فخلينا نبلش. طبعا ليالي لبنان معروفة كتير، نزلتها بقناتي. هو 4 أكواب من الحليب على كوب من السميد. أنا ما بحط لها جواتها سكر نهائيا، بتحب تحطي حط نص كوب بس أو ربع، لأنه في قطر وفي الصوص اللي بدنا نعمله في سكر كمان. بعد ما جمدت معي حطيتها طبعا على النار لحديت ما جمدت، بعدين حطيتها بصينية وحطيتها بالثلاجة. بعد ما جمدت معي طلعتها وحطيت عليها علبتين من القشطة. بعد ما فردنا القشطة بدي أحطها بالثلاجة قبل ما أعمل الكراميل، اللي هو أصلا أنا عاملة لكم الفيديو هذا عشانه. عن جد أعطاها طعم خيالي. جبت مكسرات الموجودة عندي صفحتهم، بس ما بدي أعطيهم لون، بس هيك طلعت الرطوبة منهم، حطيتهم صحن بنفس المقلى السخن. جبت كوب من السكر، فردته بالمقلى وسبته لحديت ما يدوب. ما بحركه إلا لما أحس إنه أطرافه هيك حوافه دابت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صراحة هاي طريقة كتير يعني أعطت طعم لليالي لبنان فظيع. فإن شاء الله بتجربوها تحكوا لي بالتعليقات كيف طلعت معاكم. زي ما انتم شايفين اطراف السكر دابت، فهسا بإمكاني إني أحركها شوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بنحركها لحديت ما السكر كله يدوب عنا. هذا الكراميل ما بحط عليه لا مي ولا بحط عليه زبدة، بدي اياه يكون ناشف. يعني بدي اياه لما يبرد ينشف، يصير زي القزاز، عشان لما اكسره يكون معي هيك يقرش. عرفتوا كيف؟ مع المكسرات، طبعا المكسرات تتحمص مع السكر برضه، عشان هيك ما اعطيتها لون بالاول. بس يدوب زي هيك بحط له المكسرات وبحركه شوي قبل ما يتعقد المكسرات معه. بعدين بجيب مشمع تقيل ما بدوب بديره عليها، او بحط على سطح المجلى او صحن بحط نتفة زيت وبديره عشان ما يلزق معي. هيك منظره بصير. معلش أنا لقطة إني درت المكسرات على السكر انشطبت من عندي، بس هيك درته. بعد ما برد دقيته وخليته ناعم ورشيته على ليالي لبنان. طعمه هيك من دون ما ينحط على ليالي لبنان فظيع، كتير زاكي. بعد ما درته على ليالي لبنان بنرجعه. طبعا عند التقديم نستعمل بنحط عليه يا عسل يا قطر. عملت لكم قطر، بس ان شاء الله راح تدعوا لي عليه، ما راح يسكر معكم نهائيا لو بقعد سنة. بتجيبي كاستين من السكر على كاسة ونص من المي، تحطيهم على النار، ما بتحطي عليهم اي اشي وما بتحركيهم ولا بتقربي عليهم، بتخليهم لحديت ما يغلوا. بتعيري على الساعة 3 دقايق. بتحطي ليمون، معلقة ليمون. بعد ما تحطي معلقة الليمون بتسيبيه كمان 3 دقايق. فاهم علي؟ يعني أول شي بتحط السكر والمي بتسيبيه لحديت بعد الغليان 3 دقايق، وتحطي له ليمون، وبعد ما تحطي ليمون كمان 3 دقايق بعدين بتطفي. وشوفي كيف القطر، وادعي لي إن شاء الله دعوة حلوة إذا ما سكر معاكي أو ضل معاكي إن شاء الله هيك حلو. هيك ليالي لبنان خلصت، حطينا القطر وأكلنا. عن جد بتشهي. جربوها مع هذا الكراميل، راح تعجبكم كتير. اللي بجربها يحط لي لايك وحط بالتعليقات كيف طلعت معه وكيف الطعم. وهيك خلصنا، ويعطيكم ألف عافية.